في يوم من الأيام كان في بنت اسمها سارة. سارة كانت بنت عادية بس كانت بتحب الاستكشاف والحكايات الغريبة. في يوم من الأيام وهي بتنظف الأوضة بتاعتها شافت دولاب قديم وموصول بإحكام. كان الدولاب ده موجود من زمان بس هي عمرها ما فكرت تفتحه، لكن الفضول شغل دماغها. قررت تفتح الدولاب. لما فتحت الباب حست بريح غريبة، ريحة عفن وكأن في حاجة مش طبيعية. قلبها بدأ يدق بسرعة بس فضلت جواها العزيمة. بصت داخل الدولاب لقيت فستان قديم ومهترئ ودرج صغير. سارة ترددت شوية بس مش قادرة تقاوم الفضول. قررت تفتح الدرج. لما فتحته لقيت جوه إزازة صغيرة مكتوب عليها افتح بحذر. قلبها سقط لكن هي كانت عاوزة تعرف ايه اللي جوه. فجأة الإزازة انفجرت وضوء ساطع طلع منها. سارة اتخضت وراحت تتراجع، وفجأة ظهر جنية، عفريت من عالم تاني. العفريت كان ضخم وعنده عيون كبيرة ملتهبة وابتسامة غريبة على وشه. أخيرا حد فتحني، قال العفريت بصوت مخيف. أنا محبوس هنا من زمان وجات لي فرصة إني أتحرر. سارة كانت خايفة بس في نفس الوقت فضولها زاد. أنت مين؟ وليه محبوس هنا؟ أنا عفريت من قديم الأزل، محبوس في الدولاب ده عشان أنا عملت غلطة في الماضي. دلوقتي لو عاوزة ممكن أحقق لك أمنية، بس بلاش تندمي. سارة فكرت شوية وقررت تخاطر. أنا عاوزة أكون أغنى واحدة في العالم، قالت. ابتسم العفريت وقال حسنا، بس افتكري كل أمنية في ثمن. وراح العفريت وفي ثواني سارة لقت نفسها في قصر كبير مليان ذهب وألماس. بس بعد شوية اكتشفت إن كل الناس اللي حواليها كانوا بيغاروا منها وما بقاش ليها أصحاب. بدأت تشعر بالوحدة وكانت تتمنى ترجع زي ما كانت. راحت للدولاب بس الدولاب كان مقفول. حاولت تفتح الباب لكن العفريت مش راضي يفتح. انتي طلبتي أمنية، دلوقتي لازم تدفعي الثمن، قال العفريت من ورا الباب. سارة جربت كل الطرق بس مفيش فايدة. قررت تناديه. أنا أسفة، عاوز أرجع. لكن العفريت كان له قوانين. اللي دخل عالم الأمنيات مش ممكن يخرج بسهولة، لازم تدفعي الثمن. وبدأت سارة تحس إنها محتاجة حاجة أكتر من الفلوس، محتاجة الحب والصداقة. لو سمحت أنا عاوز أكون عادية تاني. فجأة الدولاب اتفتح وخرج العفريت، بس المرة دي كان شكله مختلف، كان عنده نظرة شفقة. آسف سارة، بس الأمنيات مش دايما بتكون زي ما نتوقع. ثم بصت سارة للجنينة اللي كانت حواليها ولقيت كل حاجة بقت رمادية. ليه كل حاجة بقت كده؟ لأنك اخترتي الثمن الغالي، بس لسه عندك فرصة. لو عاوزة ممكن أرجعك، بس هتحتاجي تتخلي عن كل شيء. سارة كانت مضطرة تقرر. في لحظة قررت إنها مش عاوزة تكون غنية، وأحسن حاجة ليها هي حياتها البسيطة مع أصحابها وعيلتها. العفريت ابتسم ورجعها لبيتها، ولما فتحت عينيها لقيت كل حاجة زي ما كانت، بس مع درس كبير اتعلمته. من ساعتها سارة بقت تحكي الحكاية دي للناس عشان يفتكروا إن الأمنيات مش دايما بتكون الحل، وأحيانا الحياة البسيطة هي أفضل حاجة ممكن نحصل عليها. وابتدت تضحك مع أصحابها وهي فاهمة إن السعادة الحقيقية مش في الفلوس لكن في الحب والصداقة. لكن كان في حاجة غريبة، الدولاب لسه موجود، ولما قعدت تتأمل فيه سمعت همسات من جواه، زي إن العفريت كان لسه عنده أسرار محتفظ بيها. من وقتها سارة بقت تخاف تفتح الدولاب تاني، بس في نفس الوقت ما قدرتش تنكر إن الفضول لسه عايش جواها.